النص الثاني من شهر نوفمبر 2025 للأبراج المائية السرطان والعقرب والحوت. النص ده مختلف تماما، في هزة كده بتحصل جواك وهزة تانية براك. الهدوء اللي متعود عليه خلاص مش موجود. الفترة دي موجها عالي بياخدك معاه يمين وشمال، بس الموج ده مش هيغرقك، بالعكس هيخليك أقوى. برج السرطان، الفترة دي هتسمع كلمة انت مستنيها بقالك فترة، يمكن من شخص بتحبه او من شغل كنت فاكر فرصك فيه خلصت، بس بيرجع تاني يلمع قدامك. في خطوة عاطفية واضحة، يا رجوع يا بداية جديدة، بس القرار عندك انت مش عند حد تاني. في تصالح، يمكن مع نفسك يمكن مع حد، المهم ان عقدة كبيرة كانت مضايقاك هتتفك. خلي بالك يا برج السرطان، حد متضايق من نجاحك ومتابعك زيادة عن اللزوم، فاقفل على أسرارك. برج العقرب في النص الثاني من شهر نوفمبر 2025، العقرب داخل على نقلة كبيرة حرفيا في حياته، نقلة في التفكير، في العلاقات، أو حتى قرارات مصيرية هياخدها. الفترة دي هيبقى فيها مواجهة، ممكن تبقى مع شخص، ممكن تبقى مع نفسك، بس بعد المواجهة دي هتحس إنك اتولدت من جديد. حد من الماضي هيظهر، بس ظهوره مش ضروري يبقى رجوع، يمكن يبقى قفلة كان لازم تتقفل. في فلوس جاية، يا تعويض يا دفعة مستحقة اتأخرت يا مشروع بيبدأ يتحرك. برج الحوت في النص الثاني من شهر نوفمبر 2025، انت داخل على فترة إلهام عالي، وده هيخليك تفهم مين اللي مكانه جنبك ومين لازم يخرج من حياتك. في سفر أو خروج كتير، مش لازم سفر بره، بس تغيير جو يغير طاقتك تماما. عاطفيا يا برج الحوت، في كلمة هتتقالك هتديك دفعة معنوية جبارة، يمكن وعد، يمكن اعتراف، ويمكن مصارحة. بالنسبة للشغل، باب مقفول هيتفتح لك فجأة، واللي كنت فاكره بعيد هيقرب منك بطريقة غريبة. الخلاصة، الأبراج المائية في النص الثاني من نوفمبر داخلين على فترة تحريك مياه راكدة، في صراحة، مواجهة، قرارات، رجوع أو بداية، أبواب بتتفتح وراحة نفسية بترجع لك خطوة خطوة. والأهم، الإحساس بتاعك هيبقى أعلى من الطبيعي، فاسمع لقلبك لأنه مش هيغشك الفترة دي. ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو مع كل أصحابك، واكتب لنا في الكومنتات إيه أكتر حاجة مضايقاك الفترة دي، وأنا هقول لك على الحل. معاكم دايما وليد زهران، استنونا في الجديد.